بقول لكم ايه، تعالوا بقى بصوا شويه اللبن دول نعمل بقى بيهم ايه، حاجه كده عظمه بجد. انا عندي كيلو لبن، ده كيلو لبن ماشي. ممكن نزوده ايه، نص كوبايه ميه، كوبايه ميه عادي يعني مش مشكله. انا حطيت عليه سكرته. السكر هنا حسب يعني اللي انتي بتحبيه. انا عن نفسي مش بحب الحاجه دي مسكره قوي. تمام، قلبته كويس في اللبن. اشيل بقى اللبن بتاعي. عندي بقى الصينيه بتاعتي او الطاجن. تمام، احنا عملنا الحادق منه في الطاجن، هنعمل بقى الحلو في الصينيه. ده ايه بقى؟ ده رز معمر حلو. قبل ما نكمل بقى اعملوا لايك واعملوا شير واعملوا مش مشترك في القناه يشترك فيها، قناه يوميات بطوط. اوكي. حطينا بقى الرز، انا غسلته غسله بسيطه خالص، انا عايزه النشا اللي فيه. وحطيته في الصينيه وحطيت عليه اللبن بتاعي اللي انا محلياه، وسنه ملح زي ما انتوا شفتوا كده خالص، ورشه ايه، فانيليا. اوكي. هنقلبهم برضو ايه مع بعض كده كويس. وبعد كده عندي بقى شويه قشطه. انا مسيحاهم في شويه لبن صغيرين كده عشان اعرف ايه افرقهم على وش الصينيه كويس. دي طبعا كبشه سمنه بلدي محترمه كده، وهجيب كبشه تاني كمان عشان هو انت عارفين الحاجات والطواجن والحاجات ديت بتحب السمنه البلدي يعني. دي القشطه هنا بوزعها على وش الرز كله. وهعمل ايه بقى كمان، هجيب ايه، علبة زبادي او نص علبة على حسب المتاح اللي عندك. برضو ايه هقلبها ببعض كويس كده، وبرضو هرشها على وش الصينية. دي برضو بتدي طراوة حلوة قوي لوش الصينية بتاعتنا او وش الطاجن. الرز المعمر بتاعنا ما تخليش الطبقة اللي فوق مش بتخليها ناشفة يعني. حطيت، بصوا زي ما انتوا شايفين، انا حطيت كبشة كده تاني. هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 ل 200. تمام، ولما يستوي هنخرجه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا هو وشه بيحمر منه فيه، مش بتحتاجي تشغلي الشوايه. لو ما احمرش محتاجاه يحمر اكتر من كده شويه، او ما احمرش قوي يعني وكان استوى، شغلي الشوايه عليه من فوق هيحمر. بس مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال وعلى الحلاوه. بصوا انا مطلعه الخرطه بخرطتها اهي، بس ايه في نفس الوقت الرز مفلفل. وبصوا طعمه تحفه تحفه تحفه. السكر زي ما قلت لكم حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه مسكره، او بتحبوها سكرها يكون ايه قليل سيكه كده شويه. انا الكوبايه اللي انا حطيتها الصغيره دي انا بحبه ايه سكر ما يكونش زياده، يعني بحبه يكون يا دوبك كده مسكر. في ناس بتحبه سكره يبقى باين كده وواضح وحلو. جربوه بقى وقولوا لي ايه